السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، بداية بنعتذر عن انقطاع اللايف بسبب إن الراجل بتاع النور بيهزر معانا شوية، فكل شوية النور بيقطع، فاحنا بنعتذر إن اللايف اتقطع. الأهلي في مواجهة اتحاد جدة بعد اكتساح اتحاد جدة لأوكلاند سيتي 3-0 في مباراة من طرف واحد. أوكلاند ما جاش النهاردة، ما كانش موجود. اتحاد جدة عمل كل حاجة النهاردة في الشوط الأولاني، كل حاجة تتعمل في الكورة النهاردة اتحاد جدة عملها. بجد كان أداء فوق المتميز. فريق أوكلاند زي ما قلنا كان ليس له أي وجود. الاتحاد كان الأخطر، الاتحاد كان الأفضل، وسيطر اتحاد جدة بشكل كامل على المباراة. وأهداف النهاردة بالجملة بتضيع من لعيبة الاتحاد في الشوط الأول، طبعا نتيجة ضغط متواصل لحد الدقيقة 30. بيسجل رومارينهو الهدف الأول، بعدها ب5 دقايق تقريبا نقوله كانتي يسجل الهدف الثاني، وبيستمر ضغط الاتحاد على أوكلاند المستسلم تماما، وبيسجل كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 41، وبينهي اتحاد جدة المباراة من الشوط الأول بنتيجة 3-0 عشان يواجه الأهلي يوم الجمعة إن شاء الله. أنا من النهاردة لحد يوم الجمعة الله يكون في عوننا، بس إحنا هنقعد نستنى لحد يوم الجمعة والأهلي يجي يطل علينا بنفس الطلات بتاعت كذا ماتش اللي من أول موسم؟ لا والله، الواحد أنا حاسة إن هيجرالي حاجة بجد والله العظيم. الماتش مش هيبقى سهل. اتحاد جدة ما بيهزرش، فرقة منظمة جدا ولعب وتمريرات واسيستات وعرضيات وكل اللي انت عايز تقوله قوله. النهارده احنا شفنا فرقة كاملة متكاملة للأمانة. يمكن عزائنا الوحيد ان ما كانش قدامها فرقة قوية، فبنقول يمكن هي بتلعب كده عشان مفيش فرقة تضغط عليها. طبعا احنا بنعشم نفسينا، ولكن انت قصاد نجوم، قصاد فريق منظم، فرقة كبيرة. نتمنى الأهلي يعمل حاجة، لأن بجد والله يعني الواحد مش عارف بجد، فربنا يستر. احنا بنبارك طبعا لنفسينا ولكل جماهير الأهلي حصول الأهلي على الأفضل إفريقيا، وبيرستاو الأفضل داخل القارة، وهدف كهربا بياخد أفضل هدف. الأهلي أفضل فريق في أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، ودايما الأهلي مشرف الكرة العربية والإفريقية بالبطولات والإنجازات اللي طبعا بيصعب على أي فريق تحقيقها. وقدام الأهلي فرصة تاريخية يا جماعة، والله كأس العالم للأندية هي فرصة تاريخية لإضافة إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الأهلي، بطبعا بالوصول، لو وصل طبعا إن شاء الله لنهائي كأس العالم للأندية. وممكن نقول الفرصة دي بسبب إن النسخة الحالية هي الفرصة، هي الفرصة الأخيرة والنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية ب7 فرق. فالأهلي يعني يقدر إن شاء الله يحقق إنجاز أفضل من إنه يحصل على البرونزية، لأن طبعا دي آخر نسخة هيتلعب فيها 7 أندية، وبداية من نسخة اللي هي 2025 هتقام البطولة من 32 نادي، فيهم 12 فريق من أوروبا. ركز معايا، يعني النسخة اللي جاية هتبقى سنة 25، البطولة هيبقى فيها 32 نادي من ضمنهم بس 12 من قارة أوروبا. وطبعا عشان ما نضحكش على بعض، فرصة الحصول على اللقب أو حتى الوصول للمباراة النهائية
ده بالعقل وبالمنطق وبالحلم وبكل حاجة ده مستحيل على الأندية الأفريقية والعربية، مش على الأهلي بس. عشان كده بنسأل، هل الأهلي هيفرض نفسه على البطولة الأخيرة بوجود 7 أندية ويحقق إنجاز غير مسبوق بالوصول للمباراة النهائية، ولا هتكون بطولة مخيبة للأمال للأهلي والجماهير؟ احنا طبعا لا شك ان مستوى أداء الأهلي في الموسم الحالي غير مقنع بالمرة، ولكن احنا دايما ورا فرقتنا وعندنا أمل ان الأهلي إن شاء الله قادر على العودة وتقديم أداء يرضي يعني الكيان نفسه ويرضي جماهيره، والوصول للمباراة النهائية إن شاء الله بإذنك يا رب. ومشوار الأهلي في البطولة دي تحديدا مختلف عن البطولات السابقة. انت عندك فرصة مهمة، يمكن يعني المسابقات اللي فاتت في كأس العالم للأندية احنا ما قدرناش ان احنا نحصل عليها. المرة دي انت عندك اوبشن كويس او حاجة كويسة. ايه هي؟ ان الاهلي كان في المسابقات اللي فاتت كان بيواجه دايما بطل اوروبا في الدور نص النهائي، لكن المرة دي الاهلي مش هيواجه بطل اوروبا الا في المباراة النهائية، وبالتالي قدام الاهلي والجيل الحالي من اللاعبين في النادي الاهلي فرصة من ذهب تحقيق انجاز غير مسبوق، شرط التخلي عن الدلع والاستهتار اللي احنا شايفينه بقالنا فترة في لعيبة الاهلي. ويا ريت كده يعودوا كده لتركيزهم ورشدهم، والتركيز كده يعود للجهاز الفني بقيادة طبعا كولر فاقد الوعي، عشان كولر بصراحة الموسم ده يعني غايب. نتمنى الكل يكون في قمة التركيز في البطولة، ولعل حصول الأهلي على الأفضل في إفريقيا يعني ده يديله ويدي للعيبة ويدي للجهاز الفني دافع وحافز عشان يقدموا أداء جيد ونتائج مرضية. والنبي بالله عليكم ما تنكدوا علينا، بالله عليكم ما تنكدوا على جماهير الأهلي. يعني كفاية كفاية، يعني الفترة اللي فاتت دي كفاية علينا قوي. احنا لسه في بداية الموسم، يعني بطولة او حتى على الاقل نشوف كورة يعني. طيب لايك وشير ودعمني وشرفني بانضمامك لجمهور كارت احمر العظيم. طبعا بعد استبعاد احمد عبد القادر من قائمة الاهلي حدد بشكل كبير ان عبد القادر خلاص مش هيكمل في الاهلي، وبالفعل احمد عبد القادر بيدور مع وكيله عن بعض العروض عشان يقدمها للاهلي، لان خلاص هو مقرر هو هيمشي، هي بانت يعني. طبعا الكلام ده بعد العودة من كأس العالم. احمد عبد القادر بلا شك هو لعيب يمتلك مهارات فنية عالية وعالية جدا كمان، بس المشكلة هو ليه ما بيلعبش اساسي. الموضوع ده مسبب له أزمة، بس انت لو رجعت لا هو خد الفرصة ولعب اساسي لحد ما اتحط في الاحتياطي وبقى ساعات ما بيشاركش خالص. ليه؟ لان احمد عبد القادر للاسف لو في عدو ليه فهو نفسه، هو ده اكبر عدو ليه، لانه مش قادر يسيطر على نفسه ولا على انفعالاته ولا بيقدر يشتغل على نفسه. يعني هو حاطط نفسه في حتة وهو عنده حتة غرور، هي دي اللي بتخليه ما بيتقدمش ما بيتطورش. لا قادر يشتغل على نفسه عشان يرجع ياخد مكانته كلاعب اساسي في الفريق، ودايما بقى عنده حتة الايه، انه دايما مقهور ومظلوم ومش بياخد الفرصة، رغم ان احنا قلنا ان هو كان الموسم اللي فات خد فرصة كاملة وكان المفروض انه يستغلها ويكون اساسي، مش في الاهلي بس لا كمان في منتخب مصر. ولكن احمد عبد القادر هو اكتر حد ظلم نفسه، محدش ظلمه
وظلم نفسه ظلم كبير، وما قدرش يفرض نفسه على الجهاز الفني للنادي الاهلي ولا قادر يقنعه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي يوم الجمعه الجايه، ويا رب يا رب محدش ينام من جماهير الاهلي يوم الجمعه الجايه زعلان، يا رب. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو دعمني، اشترك معايا على قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك. شرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.